بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حاجة غريبة جدا هتحصل للنفس البشرية أو من مكنونات النفس البشرية يعني. ومن طبيعة البني آدم إنه بينتقد أي حاجة تقابله ما دام مش عاجباه. ينتقد شخص، ينتقد مؤسسة، ينتقد كيان، ينتقد مجموعة من الناس، ينتقد حد مش عاجبه. بس الغريب إنك لو انتقدت الشخص ده أو الكيان ده أو المؤسسة دي على حاجة، والحاجة دي هم مثلا صححوها أو صححوا الغلط اللي أنت كنت بتنتقده، أو بقوا كويسين معاك في الحتة اللي أنت كنت منتقدهم فيه، أو مثلا المؤسسة اللي أنت انتقدت في الجزئية دي بطلت تعملها، أو الحاجة اللي أنت كنت عايزها ما تعملهاش بطلت تعملها مثلا، أو الحاجة اللي أنت كنت عايزها المؤسسة دي تعملها عملتها مثلا، وتحقق مرادك من النقد اللي أنت انتقدته. بتلاقي نفسك أشخاص يعني ياما كده بيلاقوا أنفسهم زعلانين إنه اللي انتقدوه حقق عمل الحاجة الصح أو عمل المطلوب منه، لأنه بكده مش لاقي حجة ينتقد بيها المؤسسة دي تاني، أو مش لاقي حجة ينتقد بيها بلده تاني، ومش لاقي حجة ينتقد بيها مثلا حد تاني، أو مش لاقي الحجة اللي ينتقد بها الشخص اللي كان بينتقده. فبيلاقي نفسه بدل ما على الأقل حتى يشيد بالشخص ده أو يشيد بالمؤسسة دي أو بالمكان ده اللي حقق الشيء الجميل أو عمل الشيء المطلوب منه، بدل ما يشيد مثلا على الأقل يا عم ما تشيدش بالمؤسسة بس ما تتكلمش، لا ده يتحجج ويتلكك وينتقد اللي كان بينتقد المؤسسة من أجله. يعني إيه؟ يعني أنا لو انتقدت شخص إنه مثلا مش بيوجب الضيوف، طيب يا عم الحج عدت الايام وربنا كرمه وبقي بيكرم الضيوف وبقي بيستقبلهم كويس. بعد ما يكرم الضيوف ويستقبلهم مثلا او بقي كريم مع الناس، بقول يا اخي ده يمكن هيعمل كده رياء. طب يا عم انت كنت هتنتقده على البخل مثلا او على قل او على عدم الكرم، بعد ما بقي كريم بقي خلاص عنده رياء. مثلا بقيت تنتقد الدولة مثلا أو تنتقد مؤسسة في الدولة إن هي مثلا مش هتحقق الحاجة دي للمواطن، أو مش هتحقق الخدمة دي للناس، أو مش عارف إيه، والخدمة بعدين ربنا سهل للمؤسسة أو للدولة أو للحكومة أو للوزارة دي أو عملت الخدمة للمواطن. تيجي أنت عادي إنك أنت هدفك الانتقاد بس مش هدفك حاجة تانية. المؤسسة خلاص حققت الحاجة اللي أنت كنت عايزها، بتقول ده يمكن هم هيعملوا كده علشان خاطر عايزين يغلوا حاجة تاني، علشان خاطر هم عايزين مش عارف يعملوا ايه، او علشان خاطر ايه. في فرق بين الانتقاد والكره. انتقد زي ما انت عايز بس يكون نقدك بناء، يكون محترم، بس ما تكرهش الشخص اللي انت هتنتقده وما تكرهش المؤسسة اللي انت هتنتقدها. وحاول زي ما انتقدت المؤسسة دي او الشخص ده على الشيء السلبي، حاول بعد ما يعمل حاجة ايجابية تمدحها فيه وتشكر وتعترف. مش لا ما تعترفش بخطأك يا عم، لا تعترف بالفضل اللي هم احرزوه وعملوه. وربنا يهدي نفوسنا جميعا ويجعلنا من المنتقدين لا من الناقدين.